تمثال من الجص لفلاحة، والفلاحة دي بتجلس يعني بجوارها جرة، وده من أعمال الفنان مصطفى نجيب. ده داخل المتحف الزراعي المصري. ولما تشوفوا الصورة البديعة دي لفلاح يعني يمشي جوار زوجته التي تمتطي يعني حمار، ده بيؤكد على احترام الفلاح المصري لزوجته في العديد من العصور. ودي الصورة دي قبل ما يكون هناك ما يطلق عليه المجلس القومي للمرأة أو غيره، ده الفلاح المصري الذي يحترم أسرته ويحترم زوجته. دي صور مختلفة للفلاحة المصرية، ودوما هي في ظهره وخلفه. لما يقولوا يعني وراء كل رجل عظيم امرأة، فهذه هي الفلاحة المصرية خلف زوجها ومعه في العديد من المراحل. ده فلاح أيضا أو تمثال لفلاحة مصرية من أعمال المثال الشهير محمود مختار، وهي يعني رايحة تملى الجرة كما يتضح أمام حضراتكم. نحن لازلنا داخل المتحف الزراعي المصري، وده تمثال من الجسد السيدة إفريقية، وده من أعمال الفنان صادق محمد. الملامح الإفريقية كما يتضح أمام حضراتكم، وده بيؤكد دوما أن وجودنا في المتحف الزراعي المصري كجزء من ذاكرة الحضارة المصرية وجزء من ذاكرة الزراعة المصرية والتاريخ المصري هنا في المتحف الزراعي المصري.